سر بكاء شارون ستون نجمة السينما الأمريكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية المقام في جدة السعودية. قالت أنها كانت إنسانة عادية تعيش حياتها بشكل طبيعي حتى لعبت دور بطولة فيلم غريزة أساسية مع مايكل دوغلاس. هنا تغيرت حياتها، فبعد عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي عام 1992 تحولت إلى نجمة، وبدأ الجمهور يعترض طريقها ويقتحم منزلها، وكانت تهرب من الناس لدرجة أنها ذات مرة اختبأت في مطعم، وكانت غير قادرة على الخروج إلى الشارع، وظلت في منزلها إلى أن وقعت في الاكتئاب. ونصحها الطبيب بعد معرفته بشهرتها بتعيين حراس وسائق خاص لحمايتها حتى تستطيع مواصلة حياتها الطبيعية، لكنها لم تستطع تنفيذ ذلك لعدم قدرتها المادية. وبعد هذا النجاح والشهرة حدثت لها كبوة، وظلت 8 أعوام بلا عمل، وتحول سبب شهرتها لنقمة كبيرة، فقد عانت الحكم عليها لأنها قدمت مشاهد جريئة في الفيلم أدت إلى نجاحها، وأطلق عليها لقب نجمة أفلام إباحية. وظل هذا الاتهام يلاحقها، وهو ما حطمها على المستوى الإنساني، خاصة أن هذه التهمة كانت السبب في خسارتها لحضانة ابنها. وقالت المحكمة إنها لا تستحق الحضانة لأنها نجمة أفلام إباحية. وانتقدت ستون وضع المرأة والظلم الذي تتعرض له، وقالت عن تجربتها إنها ظلمت كثيرا لأنها تجرأت وكسرت الحواجز والقوالب التي يحبسون المرأة فيها، ولأن المجتمع ذكوري في الأساس، لذلك عوقبت بشدة عند الطلاق، وحتى حقوقها كإنسانة حوربت حتى لا تحصل عليها، وعمل كثيرون على تدمير حياتها الشخصية. ياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.